السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأ كلامي بصلاتي على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله بقى، النهارده تالت يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بإذن الله أحلى فطار النهارده مع بعض. هنعمل بإذن الله بسلة ورز ولحمة مع بعض وسلطة. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا، ونشوف مكونات وصفتنا وفطارنا النهارده ايه. معايا طبعا دي البسلة والجزر اللي كنا مفرزينهم مع بعض في فيديو التفريزات. وطبعا معايا هنا الطماطم، طبعا طلعتها تفك وضربتها زي ما قلت لكم وفرمتها كده عشان وقت الفيديو ما يطولش علينا يعني. ومعايا طبعا ده كيس من اللحمه برضو اللي كنا مفرزينها مع بعض، طلعتها كده، دي حته من الموزه حلوه قوي، طلعتها قلنا تبقى حلوه مع البسله يعني. ومعايا طبعا كده كيس من الجوافه عصير، هنعمل عصير جوافه مع بعض. برضو دي الجوافه اللي كنا مفرزينها مع بعض. ومعايا طبعا هنا البهارات، ملح وفلفل وكمون، واحده مرقه دجاج، ومعلقه كبيره من الشوربه البيضاء عشان دي البهارات دي للحمه. تمام. ومعانا طبعا هنا بصلايه وطماطمايه وورق لورا عشان برضو نحطهم في الشوربه بتاعه اللحمه. ومعايا طبعا الزيت عشان نستخدمه طبعا معانا في الاكل بتاعنا. ومعايا طبعا هنا البصل المفروم اللي احنا برضو فرزناه مع بعض، طلعت كيس كده للطبيخ صغير. ومعايا بطاطسايه كده هبقى اقشرها طبعا واقطعها ساعه ما اكون بقى هشوح البسله عشان برضو ما تسمرش معايا. ومعايا هنا الزبده هنحتاجها طبعا في الاكل وفي الرز. ومعايا الشعريه طبعا. وهنا كنت نسيت ان انا اضيف معاكم والله الرز والمكونات بتاعه السلطه، ما افتكرتش الا بعد ما عملت المقدمه. يلا مش مشكله بقى، جل ملاس يا جماعه، الصيام عامل عمايله. وطبعا اسم الله حبيب قلبي اللي منورني ومشرفني دايما في كل فيديوهاتي، وماشيين ببركه ربنا ودعوه اهالينا لينا الحمد لله. ودوار الشمس الجميله اللي دايما تفتح النفس كده على التصوير، وبكر ورشيده الجمال الحلوين. ويلا بينا ندخل مع بعض عامل على طول ونشوف طبعا هنعمل ايه. معايا حله على النار فيها ميه بتغلي عشان نسلق فيها اللحمه، والحله التانية دي اللي هنسبك فيها للبسله. هنا معايا طبعا الميه هي طبعا علقت عليها عشان تغلي، هنزل عليها طبعا ببصلايه وطماطميه ورق اللورا، وهغطي عليها واسيبها تغلي، ولما تغلي نضيف لها اللحمه ان شاء الله. هنا كانت خلاص غلت معايا، وطبعا اللحمه طبعا مغسوله كويس جدا، هنزل طبعا بيها كده على الميه بعد ما غلت، واغطي عليها واسيبها طبعا تتسلق كده. ولما تاخد نص سوا هنبقى نضيف لها البهارات والملح. تمام. مش بضيف معاها اي حاجه غير الطماطم والورق اللورا والبصل بس. بعد ما بتاخد نص سوا بنضيف لها البهارات والملح. معايا بقى هنا تانية حلة على النار، نزلت فيها بشوية من الزيت ومكعبين 3 من الزبدة كده. طبعا نسبك بقى للبسلة. معايا طبعا نزلت بعد ما الزيت والسمنة والزبدة سخنوا معايا، نزلت بالبصل المفروم اللي انا قلت لكم مفرزينه مع بعض. شايفين ما شاء الله بيسهل عليا الوقفة في رمضان ازاي. قمت من النوم طلعت حاجتي من الفريزر على طول، وعلى الاستخدام زي ما انتم شايفين كده البصلة كانت خلاص اتشوحت معايا وخدت لون ذهبي كده. نزلت طبعا عليها بالبسلة والجزر، طبعا بتطلعي البسلة والجزر على طول من الفريزر على التشويح على البصل على طول. اوعي تطلعي البسلة والجزر من الفريزر وتسيبيهم يفكوا، هينزلوا مية وهتبقى مش حلوة خالص معاكي. تمام. لازم تطلع من الفريزر وهي متلجة على على البصل على طول. في الوقت دوت كنت شوحت البسلة والجزر كده تشويحتين وقطعت بقى هنا قشرت البطاطساية اللي قلت لكم عليها وقطعتها مكعبات صغيرة، وضفتها طبعا على البسلة والجزر، وهبتدي اشوحهم مع بعض كده ياخدوا تشويحة حلوة كده مع البصل. ولما يتشوحوا كده هننزل بالطماطم. هنا في الوقت ده شايفين ما شاء الله خدوا بقى كده تشويحه حلوه واستووا كده، يعني يعتبر نص سوا معايا ازاي. بجد بجد والله كانت طعمها رهيب، كانت جميله جدا اكنها فريش، وزي ما انتم شايفين خضرها وجمالها. بعد ما اتشوحت معايا البسله والجزر والبطاطس، نزلت طبعا بعصير الطماطم كده، وهقلبها كده واضيف لها واحده بس من مرقه الدجاج، وهغطي عليها واسيبها تتسبك. ولما تتسبك كده وتاخد سوا نبقى نضيف لها الشوربه. تمام. انا بحب الدجاج، مرقه الدجاج بصراحه في الاكل بتديني ريحه وطعم كده، انا بحب طعمها يعني. اللي مش حابب يضيف مرقه دجاج مش ضروري ان انتوا تضيفوها لو مش بتحبوها. وبرشه بسيطه كده من الشطه بس كده، يعني تديني شطشطه كده في الطبيخ بتاعنا. لو مش حابين برضو الشطه دي مش اجباري، ده اختياري. تقدروا ما تحطوهاش يعني. غطيت على البسله وسبتها بقى تستوي. هنا كان اللحمه خدت معايا نص سوا. نزلت طبعا عليها بقى بالملح والفلفل والكمون، واحده من الدجاج وشويه من الشوربه البيضاء. وهقلبهم بقى واسيبها اغطي عليها واسيبها تكمل بقيه سواها. تمام. في الوقت ده هنا معايا البسله خلاص، ما شاء الله شايفين بقى اتسبكت معايا واتشربت كده وبقت، شايفين بقى حمارها وجمالها، ولا طعمها كان روعه بصراحه. والله تستاهل بقكم يا احلى جمهوريه. هنا بقى هضيف لها، جبت الكبشه كده معايا والمصفى دي عشان بصفي طبعا الشوربه.
عشان طبعا لو في ورق لورا او بصل زي ما انتوا عارفين وطماطم ينزل في المصفى ما ينزلش في الشوربه. هضيف لها كام كبشه من الشوربه كده وهقلبها كده واسيبها تاخد غلوه واحده عقبال ما اللحمه تكمل سواها، وبعد كده نشيل اللحمه من الشوربه ونحطها فين؟ في البسله عشان تاخد برضو من طعم البسله. تعالوا بينا بقى في الوقت ده عقبال ما اللحمه تستوي والبسله كمان تتسبك نعمل شويه سلطه حلوين بقى. دول بقول لكم السلطه دي بتاعت امي. طبعا هي بتعمل السلطه بتاعتها بايديها عشان هي بتحب تعملها صغننه خالص كده عشان انتوا عارفين ملهاش سنان. فالناس الكبار في السن ما بيعرفوش ياكلوا الايه الحاجه لما تكون صغننه خالص كده. فانا حطيت لها طبق سلطه كده على الصينيه جنبها وهي قاعده على الكنبه كده في الصاله كده، وادي الكمون كمان الملاحه جنبها، وهي هتعمل احلى طبق سلطه بايديها كده. جميل ان شاء الله. تمام. هي بقى بتسلم عليكم عشان طبعا هي مش هينفع انها تظهر في الفيديو عشان مش لابسه او مش جاهزه، فايه كنا بالنهار بقى وكده فقلت لها تاخد راحتها يعني. بس طلعت بتسلم عليكم وبتدعي لكم والله، وبتقول لكم ربنا يا رب يسعدكم وينول لكم كل اللي نفسكم فيه بالنيابه عنها، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له. وبتدعي لكم دعوه والله يعني دعوات حلوه من جوه قلبها، يعني ربنا يجعله من حدكم ونصيبكم. انتوا كمان بقى طالبه منكم تدعوا لها دعوه حلوه كده من قلبكم كده برضو ليها ان ربنا يشفيها ويخليها لينا ويديها الصحه والعافيه وطولة العمر كده وينولها كل اللي نفسها فيه. هي نفسها تطلع تعمل عمره يا جماعه، ادعوا لها بالله عليكم ان هي ربنا يكتبها لها عن قريب ان شاء الله. احنا خلاص يعني في نيتنا انا وهي خلاص قررنا باذن الله ان هي تطلع تعمل عمره باذن الله. ربنا يسهل كده احتمال على مولد النبي كده ان شاء الله. هي ما لحقتش بقى تطلع في عمره رمضان، باذن الله نحجز لها بقى ايه على مولد النبي كده عشان بتبقى مثلا ايه الدنيا هاديه شويه، وفي نفس الوقت برضو سعرها بيبقى ايه يعني مريح شويه في السعر عن رمضان، طبعا بيبقى الحاجه غاليه. فادعوا لها بقى ان ربنا يكتبها لها ويكتبها لكم ويكتبها لي ويكتب كل مشتاق يا رب. ربنا يرزقها يرزقنا كلنا ويرزقها ويرزق كل الناس زيارة بيت الله الحرام، واللي نفسها تخلف ربنا يرزقها بذرية صالحة، واللي نفسها تتجوز ربنا يرزقها بزوج صالح، واللي نفسها يعني تنجح ربنا ينجحها، وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يا رب ينجحكم ويسعدكم وينولكم كل اللي نفسكم فيه. قولوا معايا امين يا جمهورية يلا عشان كل واحد دلوقتي يدعي دعوة حلوة كده ولكم بالمثل ان شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين بقى انا قطعت معاكم كده السلطه وهكملها برضو كده وارجع لكم. تعالوا قبل ما نكمل السلطه تعالوا الاول ايه شلت طبعا اللحمه دخلتها كمل سواها على البوتاجاز عشان وقت برضو اليوم ما يطولش عليا والفيديو ما يطولش معايا. انا دخلت البسله على البوتاجاز اللي في العين اللي هو على في المطبخ الصغير تكمل سواها، ونقلت اللحمه على العين التانية. جبت بقى معايا حله على النار، هنا دي الحله الجديده اللي كنا جايبينها مع بعض، عملت فيها معاكم المحشي قبل كده في الفيديو بتاع اول يوم رمضان في العزومه، كانت تحفه. وعملت فيها النهارده معاكم برضو الرز اهو، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه، مش خساره فيها الفلوس والله العظيم، ولا 1000 جنيه كمان خساره فيها. الرز لا لزق ولا حبايه لزقت ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله في عليها يعني. نزلت طبعا زي ما انتم متعودين معايا، طبعا نزلت بشويه من الزيت ومعلقتين الزبده او مكعبين الزبده، وشوحت طبعا الشعريه لحد ما اصفرت، وبعدين نزلت طبعا بالرز وغسلته ونزلت بيه على الرز وشوحته مع الشعريه. وهنا طبعا بعد ما الشعريه والرز اتشوحوا نزلت بالشوربه كده اهو، برضو هصفيها برضو عشان ما فيش اي حاجه تنزل في الرز. وكده خلاص ده المقدار الحلو المظبوط للرز، يعني بعرفه بالمعلقه كده، لما المعلقه بتغرز كده بعرف ان هو ده المقدار الصح. هسيب بقى الرز يتشرب واللحمه عايشه حياتها والبسله برضو على البوتاجاز التاني عايشه حياتها. وتعالوا نكمل معانا الايه السلطه. هنا كان ناقص بس الليمون، كنت قطعت بقيه الحاجه وكان ناقص الليمون، عصرت كده ليمونيه وهحط شويه من الخل. تمام. وهحط بس ايه رشه من الكمون بس كده، وهبقى اضيف انا بقى شويه ميه صغيرين كده ساعه ما نيجي نستخدمها يعني او ما نيجي ناكلها. هحطها بقى دلوقتي في التلاجة عشان خلاص قربنا على المغرب، ناقص يجي ربع ساعة وخلاص كده نجهز مع بعض بإذن الله على طول الفطار. حطيت السلطة في التلاجة، بقول لكم حطوا اللايك بقى وامسكوا مايك. هنا في الوقت ده كان خلاص اللحمة استوت، هطفي عليها، وادي البسلة كمان استوت ما شاء الله. هشيل بس كده اللحمة بقى احطها في البسلة تاخد بس غلوتين اتنين كده ونطفي عليها. هي كده كده معانا اللحمة مستوية والبسلة مستوية، يا دوبك بس تاخد طعم البسلة كده وهطفي عليها هي كمان. الرز بقى في الوقت دوت دخلته على البوتاجاز اللي جوه طبعا على عين على نار هاديه يستوي، وجبت طبعا هنا معايا البسله هنا مكانه عشان ننشل اللحمه ونحطها فيها. هضيف بقى كده شويه من الشوربه كمان عشان الطبيخ بتاعنا يبقى مظبوط ومقداره مظبوط، واقلب بقى طبعا اللحمه مع البسله مع الجزر مع البطاطس والحاجات الكلام الحلو ده كله، وهسيبها تاخد غلوتين وبعد كده نطفي عليها. تمام.
شايفين ما شاء الله بقى البسلة واللحمة، ولون البسلة احمر وجميل ازاي. هغطي على البسلة بقى واسيبها تستوي. وهنا كنت نقلت بقى البسلة على اليمة التانية، وخلاص نزلت بقى حلة الشوربة خلاص في الأرض يعني، وجبت بقى حلة الرز من جوه، كانت اتشربت معايا هنا اهوت. هغطي بقى عليها وهدي نار خالص كده زي نار الشمعة كده، واسيبها تستوي. يلا بينا بقى مع بعض نرجع بالشكل النهائي للفطار بتاعنا. وهنا يا جمهورية كنا خلاص بقى المغرب أذن، وخلاص هنبتدي بقى نفضي مع بعض كده الفطار بتاعنا. كنت عملت في الوقت دوت عصير جوافة، هنبتدي نفضيه مع بعض كده. اللي وصل معايا لحد هنا بقى يقول هيام عصير جوافة. وما تنسوش دعوة حلوة من قلبكم طبعا لاخواتنا في فلسطين وغزة، وربنا ينصرهم يا رب كده نصرا عزيزا. واللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، وعوضهم خير يا رب، وارحم موتانا جميعا واشف مرضانا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وارزق كل الناس يا رب من خيرات الله. هنا طبعا كنت بفضي العصير، فطبعا ما تقلقوش، انا في عصير تاني بزياده اهو، بقول لكم ما تقلقوش، الكاس لازم يكمل زي بقيه الكاسات يعني، مش هسيب حاجه ناقصه ابدا. وهنا خلاص كنت فرغت بقى الفطار بتاعنا، وادي الشكل النهائي. بحط كده المعالق بقى على الاطباق بالشكل دوت وده كان الشكل النهائي يا جمهورية. ايه رأيكم بقى الفطار بتاعنا تالت يوم رمضان؟ البسلة والرز واللحمة والسلطة وعصير الجوافة، وده كان فطارنا النهاردة. اتفضلوا معانا بقى يا أحلى اخوات وأحلى جمهورية في الدنيا كلها. أحلى لحمة دي ولا ايه؟ وأحلى شوية رز بشعرية وأحلى شوية بسلة جميلة جدا بجد والله، كان طعمها فوق الروعة. وبجد مش خسارة في الفريزر برضو الفلوس بتاعته، لأنه بجد والله الحاجة طالعة ما شاء الله كأنها لسه فريش. وبجد الحاجة في البيت فعلا بتبقى حلوة وناعمة ما شاء الله يعني. هنا كنت حطيت في البتاع البونبونة دي كده، حطيت طبعا بلح كده عشان طبعا كل واحد ياخد له بلحية كده فك صيامه بيها. واسم الله حبيب قلبي طبعا اللي منورني ومشرفني، ودوار الشمس الجميلة وبكر ورشيدة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه كده، والوصفة بتاعتنا والفطار بتاعنا يكون عند حسن ظنكم. وانتظروني ان شاء الله في فطار حلو كده جدا ايام الجاية، واشوفكم على خير ومع السلامة.